الحماميه خدت ربع معلقه سمنه يبقى عادي. هما دول شويه السمنه اللي هنحطهم. نحط سمنه مع زيت. هيلثي كده. بنقطع القوانص والقلوب. لازم بقى القوانص والقلوب في السمنه البلدي الاول والزيت يتشوحوا. حلوين عليهم كده. هاكل ربع حماميه يا ماما. في حاجات. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ نتشوح شويه ونحط البصل. هنحط بقى البهارات اللي هكتبها لكم في الحلقه مع الكبد والقلوب. اهم حاجه مستكه ورق لورا، ودي الطعم في حته ثانيه خالص. نازل بقى البصل واسيب شويه منه عشان تدعكي بيه الحمام. الميه يا دوب تغطي الرز لان احنا هنسويه نص سوا، مش هنغطي الرز كله. دلوقتي وقفتها دي انا عارفه منين بقى ان هو نص سوا. شوفي بايدك كده الرزايه تتكسر ولا لا؟ تتكسر بس مش تتهري، صح؟ دعك بقى الحمام مع ملح وفلفل وبصل. يعني بتحشي بقى لحد ايه؟ بتمليها على ايه؟ ما بملاهاش لان الرز لسه هيزيد. بعدين بروح جايه كده قفلناهم فوق. نحدق بس الايه؟ الميه السخنه اللي احنا هنسقي بيها الحمام قبل ما نغطيه ونحطه في الفرن. حاجه 3/4 الحمام يبقى مغطي. بنسيبه في الفرن على الأقل ساعة. الرز بيستوي والحمام بيستوي وكله بيبقى يوم. بعد كده بنشيل الشوربة بقى اللي تطلع الزيادة. ممكن نحمره في الفرن أو في الإير فراير زي ما أنا عملت.